ما ينفعش تبدأ السنة الجديدة وانت مش عارف تعمل ازاي التو دو ليست بتاعتك. هي ليها طريقة، مش مجرد ان احنا بنكتب الحاجات ورا بعض وخلاص. فكمل الفيديو عشان اقولك ازاي. والطريقة اللي هقولك عليها اسمها مصفوفة ايزنهاور، ودي بنبقى مقسمين فيها الصفحة ل4 اقسام، وكل قسم بنكتب فيه حاجة معينة. تعال اشرحلك بالتفصيل. ده بيبقى شكلها سواء انت هتشتريها كده او انت ممكن تقسم الصفحة البيضة بتاعتك للاقسام دي وهتكتب عاجل غير عاجل، هام غير هام. احنا عندنا مثلا النهارده 4 مهام: ان انا عايزه اذاكر، وان انا عايزه اروح السوبر ماركت، وان انا عايزه اروق المكتب بتاعي، وان انا عايزه ادخل ميتنج مع كلاينت. حلو. فانا هكتبهم ازاي؟ الاول همسك كل واحده واشوفها. انا دلوقتي عايزه اذاكر، انا عايزه اذاكر دي دلوقتي عشان انا همتحن بكره، فمعنى كده ان المهمه دي عاجله ومهمه، فلازم اعملها حالا، فهكتبها في الخانه دي ان انا محتاجه اذاكر واحدد ايه بالظبط. طيب المهمه الثانيه ان انا اروح السوبر ماركت. طيب المهمه دي مستعجله، محتاجه ان انا اخلصها عشان يبقى طلبات البيت موجوده، بس مش مهمه قوي بالنسبه لي، مش مهمه مقارنه بالمذاكره يعني. فاذا ممكن حد تاني يعملها بدالي، فعشان كده هنفوضها لحد تاني نجيبها هنا. عندي المهمة التالتة ان انا اعمل ميتنج مع الكلاينت. طيب المهمة دي مهمة لليوم النهاردة عشان اعرف اكمل شغلي، بس مش مستعجلة، بس مهمة النهاردة ان هي تخلص، فهي مهمة بس غير عاجلة، فانا هجدولها. فانا هكتب ان انا يبقى عندي ميتنج ساعة كذا. طيب هنا بقى دي حاجات غير عاجلة وغير هامة. هتقولي هو في حاجة غير عاجلة وهي غير هامة؟ ممكن تبقى ان انا ارتب او اروق المكتب بتاعي، فانا ممكن اكتبها هنا وخليها. هسيبها دلوقتي خالص، والله خلصت المهمات بتاعتي النهارده كلها وعندي وقت هعملها، ما كانش عندي وقت فخلاص هسيبها لان هي مش مهمة ومش عاجلة. ودي ببساطة الطريقة بتاعت ايزنهاور. لو حد عايز طرق تانية للتودو ليست برضه هتخليك تنجز والمهام تبقى سهلة قدامك وواضحة، روح شوف الفيديو بتاعي على اليوتيوب لسه نازل.